بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ها نحن ذا قد عدنا إلى قبسات من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المعظم المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والتوفيق والسداد. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم كذلك. هذا الحديث فيه توجيهات نبوية ثلاث. هذه التوجيهات الثلاث: الإنسان أن يكرم جاره، وأن يكرم ضيفه، وأن يحفظ لسانه عن الكلام السيء، أو أن يتكلم بالكلام الحسن الطيب. ونتناول هذه الثلاثة لأنها أمور في غاية الأهمية. فالإنسان يحتاج إلى لسانه لكي يعبر به عن مكنون نفسه وذاته، فالساكت لا يعرف، والإنسان إذا تكلم عرف. والإنسان ترد عنده الخواطر والإرادات والرغبات، وعندما يحب أن يعبر عنها يحتاج أن يتكلم. ولذلك الكلام من أكبر نعم الله عز وجل، هو من أكبر النعم أن تستطيع أن تنقل ما في قلبك إلى مسامع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الأمر مرتبطا بإيمان المؤمن، ويعني هذا أن الكلام عند المؤمن عبادة وليس مجرد كلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فأما إيمانك بالله سبحانه وتعالى لأنك ينبغي عندما تتكلم أن تتكلم لله، وعندما تصمت ينبغي أن تصمت لله. فإذا كنت تؤمن بالله فعليك أن تراقب الله عز وجل فيما تقول، فأن الكلمة أمانة، وأن الكلمة ممكن أن تشتعل بسببها الحروب الطاحنة، وأن تتطاير الرؤوس الكريمة، وأن تهدر أنفس عزيزة. وبالكلمة ممكن أن يصلح الله بين العباد. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فالإنسان مطلوب منه أن يتكلم بالكلمة، وأن يعلم قيمة الكلمة. الكلمة يا إخوة أيها الأخوات الفضليات، الكلمة أمانة. الإنسان ممكن بكلمة واحدة أن يدخل نار جهنم، وممكن بكلمة واحدة أن ينال رضوان الله عز وجل. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا. كلام مجالس، يقول لك يا أخي خلينا نقطع الوقت، خلينا نتونس، وخلينا نضحك. فالإنسان إذا تكلم الكلام بس حتى يضحك الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل له ويل له. فالإنسان لا يثرثر ويصبح مضحاكا للناس فقط، ولكن لا بأس الإنسان أن يستجم وأن يدخل السرور على إخوانه. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. فالإنسان حتى إذا كان يمزح لا يكون مزاحه يؤدي إلى الفتنة أو إلى جرح القلوب والإساءة إلى الناس. الكلمة يا إخوة
أحيانا تكون يعني مثل السكاكين القاطعة، كما قال الله عز وجل سلقوكم عندما وصف ألسنة المنافقين، قال سلقوكم بألسنة حداد، ألسن باترة قاطعة تقطع المشاعر والعواطف وتجرح القلوب، وأثر الكلمة يظل يبقى. الإنسان ممكن أن تجرحه بالسنان ويندمل هذا الجرح، ولكن لا يندمل ما جرح اللسان. فالإنسان ينبغي أن يجتهد أن يحفظ لسانه. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كنت أنت تؤمن بالله وتؤمن باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر لأنه الإنسان يخاف من الحساب، والإيمان بالله فيه طاعة وتعظيم، ويشعر الإنسان بالمراقبة وأنه مؤاخذ على كل كلمة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالإنسان يعيش هذه المراقبة وهذا الخوف، ولذلك يظل الإنسان تظل الكلمة عنده إيمان. فالإنسان مطلوب منه أولا أن لا يكون إنسانا سلبيا صامتا صنما لا يحرك ولا يفعل شيء، إنما الإنسان عليه أن يستخدم هذه النعمة فيستخدم لسانه في الخير فيتكلم، ولكن لا بد أن يتكلم كلام يؤدي إلى الخير. إن كان تجاه الناس يتكلم كلمة طيبة، كلمة تسعد الناس، كلمة تشرح صدورهم، كلمة تزيد المحبة، كلمة تزيد المودة بين الناس. كلمة واحدة ممكن أن تواسي إنسان مكروب، إنسان مجروح، ممكن إنسان أن تنتشله من كآبة، من قلق. الكلمة يا إخواني سحر عجيب ولها تأثير. والله لو يعلم الناس قيمة الكلمة ومدى تأثيرها في نفوس الناس اللي استخدموها. الأديب الكبير المصري طه حسين عندما جاء من قريته للمعاينة في مصر في الأزهر، فدخل في اللجنة المعاينة، فأحد أعضاء اللجنة قال له اجلس يا أعمى واقرأ. فطه حسين هذه الكلمة جرحته جرحا عظيما جدا حتى تغير بعد ذلك. وتذكرون كتابه في الشعر الجاهلي، وكان له مواقف وهاجم المؤسسات الإسلامية وغير ذلك، وبدأ إعجابه بالغرب وحضارة الغرب، وكل هذا كان بسبب كلمة مؤذية خرجت من فم إنسان. ولذلك لما قالوا إن كنا نخوض ونلعب، يعني هكذا كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بكلمة، أيوة نعم بكلمة. إذن يا إخواني بارك الله فيكم، الإنسان يتكلم ولكنه يتكلم الكلام الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، والكلمة الطيبة التي تسعد الناس وتواسيهم. أول إنسان في هذه الحالة إن كان لا يستطيع أن يستخدم لسانه في الخير فالأفضل أن يسكت، مع أن السكوت أحيانا جريمة، والسكوت أحيانا وأنت ترى المنكر يعني منهي عنه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. أما أنت أن تكون لك القدرة أن تتكلم وأنت تسكت، فالصمت هنا ليس مطلوب. قد يكون الصمت أحيانا حراما، وقد يكون أحيانا الصمت مستحبا، وقد يكون أحيانا الكلام حراما، وهكذا كل على حسب الحال والوقت والظرف والزمان وما هو متعلق به الإنسان في ذلك الوقت. على أي حال لأن الوقت لا يكفينا، فقط أقول لكم في هذه الجزئية أن الكلمة أمانة، وأن الصمت أحيانا حكمة، كما قالوا إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. والشيء الآخر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وأوصى به، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وأنتم تعلمون أن الإسلام أوصى بالجار، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام أوصاني خليلي، يقصد سيدنا جبريل عليه السلام، بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال من كثرة ما أوصاني سيدنا جبريل بالجار توقعت أن يقول لي أن الجار يكون لهم حتى حق الميراث في أموالك. وهذا من الحقوق، طبعا حقوق القرابة، وكأن الجار ربما يعني توقع النبي أن ينزلهم منزلة الأرحام. فالجار أحيانا يا إخواني يكون أعظم من الأرحام في التأثير.
وفي المواساة، وكأنهم أهلك الأقرب. فكم من جيرانك هم أقرب إليك من أهلك الذين من رحمك. وما أحسن ما قاله عبيد بن أبي جعفر فقيه أهل مصر في وقته، وكان أحد الحكماء، إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث فليسكت، وإذا كان ساكتا فأعجبه السكوت فليحدث، وإذا كان الإنسان طيب القلب يعني مضيافا كريما حسن الخلق فعليه أن يبذل الكلام الطيب لجيرانه ولا يؤذيهم بكلامه. فإن كثير من الناس أحيانا يعني يؤذون جيرانهم للأسف. وأذى الجيران أيها الإخوة يعني منهي عنه شرعا على أي حال، والجائز هو إكرامهم ويتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح البخاري عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. الصحابة قالوا: ومن يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. إذا كان جيرانك لا يأمنك، خايف من تسلط لسانك، خايف تؤذيه بكلمة، خايف تؤذيه بنظرة، خايف تؤذيه في سمعته، إذا كان الإنسان يحترس من جيرانه جار سوء، فهذا الجار قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. وخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله إن فلانا تصلي الليل وتصوم النهار، إنسان عابدة مؤمنة، ذكروها بكثرة عبادتها وتقربها إلى الله عز وجل. وقيل وتصوم النهار وفي لسانها شيء أي تؤذي جيرانها، أي سليطة اللسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها، هي في النار، لا خير فيها، هي في النار. سبحان الله، تقوم الليل وتصوم وتنفق وتعمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أصبحت تؤذي وتقلق جيرانها قال النبي عليه الصلاة والسلام: هي في النار. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال له صلى الله عليه وسلم: اطرح متاعك في الطريق. قال: فجعل الناس يمرون به فيلعنونه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من الناس؟ قال: وما لقيت منهم؟ قال: يلعنوني. قال: فقد لعنك الله قبل الناس. قال: يا رسول الله، فإني لا أعود إلى هذا الفعل. رواه الحاكم والبخاري في الأدب المفرد. هذا الرجل عندما جاره أصبح يؤذيه، النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: أخرج متاعك وضعه في قارعة الطريق، فإن سألوك قل أذاني جيراني فلان. فالرجل طبعا الموقف كما علمتم لما بدأوا الناس يلعنوه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أنت قلوب الناس لعنتك، فكم من إنسان تلعنه قلوب جيرانه. فيا إخوة بارك الله فيكم، الله أوصى بالجار: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فإن شاء الله يا إخواني بارك الله فيكم نحسن إلى جيراننا، والجوار متعدد قد يصل إلى 40 جارا، فالإنسان إن شاء الله تعالى يعني يواسيهم بماله بنفسه، يتفقد أحوالهم، ينزلهم منزلتهم. حتى النبي عليه الصلاة والسلام من الأشياء التي ذكرها أن الإنسان والعياذ بالله يعني إذا كان يزني بحليلة جاره، ونهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك أمرا من الأخلاق الشائنة جدا الإنسان قد يصل فيها أن الرب سبحانه وتعالى لا يغفر له ولا يرحمه. فإن شاء الله يا إخوة بارك الله فيكم، يعني الإنسان على كل حال نوصيكم إن شاء الله بجواركم، وأمر الجار عظيم. والشيء الآخر قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقر الضيف وإكرام الضيف فأمر أمر به الإسلام، كما روى في الصحيحين حديث أبي شريح قال: أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته أذناي حين تكلم به،
قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته؟ قال يوم وليلة. قال والضيافة 3 أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة. فإكرام الجار أيها الأخ، إكرام الضيف يا إخوة واجب 3 أيام. والإنسان يقتدي بسيدنا إبراهيم في الكرم، ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي في قوم لا يكرم عندهم الضيف. فإن شاء الله تعالى الإنسان ينزل ضيفه منزلة نفسه. والمجتمعات إنما تتميز بهذه الأخلاق العظيمة، بكلامها الطيب، بالإحسان إلى جيرانها، بأن يعز ويكرم عندها الضيف. ولا خير في مجتمعات تكثر فيها الشتائم والسباب والنعرات وسوء الجوار، وكذلك والعياذ بالله يعني البخل في الضيافة. هذه مجتمعات مريضة، ونحن نبحث أن يكون مجتمعنا الإريتري مجتمع متحابب، مجتمع يحسن إلى جيرانه، مجتمع يعني يحسن إلى ضيوفه ويعرف بالكرم والتميز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الالتزام والاستفادة من توجيهات نبينا صلى الله عليه وسلم، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. فيض من أنوار وعطاء من رب وهبات، سحب سخاء تمطر تروي قلبا أثقل بالآهات. فرص تأتيك فبادر قم وتعرض للنفحات، هيا فانهل منها لتغنم هي أيام معدودات. هي فرص تأتيك فبادر قم وتعرض للنفحات، هيا فانهل منها لتغنم هي أيام معدودات. قم وتقرب أد فرضك كي تحظى بذاك الرضوان، بالنافلة تزود واغنم ودا من رب الرحمن. فرص تأتيك فبادر قم وتعرض للنفحات، هيا فانهل منها لتغنم هي أيام معدودات. هي فرص تأتيك